يا مهند يا مهند يا مهند. ايوه يا جد. أين أنت يا ولدي؟ ايوه يا جد. يا ولدي ايش أكلمك؟ ايوه يا جد، ما في نفسك. يا ولدي أنا تعب قوي. سلامتك يا جد سلامتك. الان اقوم ابصر لي سياره ونختار نسعفك المستشفى. لا تبصر سيارة ولا شيء، ما فيش داعي. كان مفعل لك يا جد، ما في نفسك. يا ولدي قد ما أحسي نفسي عاد أموت، والشيء أوصيك قبل ما أموت. بعيد الشر عنك يا جد، الله يحفظك. يا ولدي الموت علينا حق ولا بد منه. المهم اسمعني. ايش يا جد؟ وين الكوت الكحولي حقي؟ ها؟ موجود. ليش؟ أنا خليت لك بالكوت الكحولي حاجة لا تخليك أغنى واحد في العالم. ما هذه الحاجة؟ تاري شوف الجيب اليسار حق الكوت، شطه ودخل يدك. ايوه. حتلقى ورقة تدلك على كنز كبير. كنز؟ جدي لا عاد بيلبس هوله ولا حاجة، قد قصرن علي. نديهن لواحد مسكين ولا نبصر نسر بهن أحسن. امسك يا عم هوله ملابس ان شاء الله عجبنك. بصير هنا. تسلم الله يديلك العافية. آمين ويبارك فيك. الله يسعدك ما يلزم. الله يفتح عليك. ليش يا جد ما كلمتني ان الكوت الكحولي حقك مهم؟ ليش؟ أنا قلت ما أكلمك إلا وقد أنا على فراش الموت، علشان ما حد يحس بك ولا يدري وش اللي عليك الكوت. الله يسامحك يا جد، الله يسامحك. المهم قل لي ايش الذي بين الورقة؟ دخل الورقة. ايوه ايش؟ وش وقت الصفاد يا حج بحجر الله؟ تكلم بعد اموت يا حاج. واو ياي واو يا حاج. مات ابن الذين. راح مشي وقتك اسرع الحق الرجال اللي معه الكوت. نرجع نقبرك. ايوه. وين ابوك يا بطل؟ ما بشوف. كيف ما بحدوا من الجناح؟ ما بحد وصار يطلب الله. وين بيطلب الله؟ كل يوم في بقعة. حلقتها اليوم. طيب في اي بقعة بيطلب الله؟ مدري. هلا من قال امي يفعل خير. طيب احنا يجي ابوك؟ مدري، يمكن عصر، يمكن مغرب، يمكن الليل، يمكن بكره، مدري والله. يمكن بعد اسبوع. انت وحظك. بطل معراصة يا ولد وقول لي اين ابوك، او قد لقيت الورقة وتشوت نهبوني. فد بعيد يدك وانا اقول لك اين ابي. يلا اين ابوك؟ تشتي يا بي؟ ايوه دور. لك على جاهل. خمن ابن الذين. يا ولد افتح. ياي وانا قلت لك حق الجعالة. خرج جابرك بس. يا الله مخرجك. انا قاعد احصل دحين ابو هذا ينسى ادوره. والله ما لها الا رياله انا لو ما يجي. وهذا الولد ما معاه هنا. يا ولد يا ولاد ولد. الكوت الورقة وين الكوت؟ مالك يا ولدي؟ صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. واخيرا جيت يا عم ريالك من الصبح. خير ما تشتي. ما بلا يا عم انا اللي اديت لك الملابس اليوم الاول. ها ايوه الله يكتب لك الاجر. لو سمحت يا عم يعني ممكن تدخل تدي لي الملابس ابصرهن بس وارجح لك. ماشي منهن يعلم الله ان المرجومات. الله يحفظك يا عم. ادخل دورهن وديهن اشياء ابصرهن وارجح لك طوالي. قل لي ماشي منهن اين ادورهن لك هذا الساعه؟ الدار يا عم بطل تفعل خير. الله يستر على امك. ادخل ادي لي الملابس. هي حسبي الله ونعم الوكيل. ها الله غني عن الملابس اللي تيتي. باقي الكوت. اي كوت؟ الكوت الكحلي. ما بش كوت يا اخي لو كوت الكحلي تدخل دوره بحجر الله ولا شلنا. حي الله بابن اخي. الله يحييك يا عم. اي حين جيت من القريه؟ والله جينا اليوم الصباح. وما جيت تفعل؟ والله جينا نشتري شوية مقاضي البيت واسافر. بعدين قل لي يا عم كيف العمل؟ والله ماشي الحال، يوم ستر ويوم لطف. الحمد لله يا عم الحمد لله. هيا ولدي هذا واحد فاعل خير يستاهل. تصير اي حاجه عاد اعجبك منه جريته.
عجبني هذا عجب الزه. جرية هنا. ها ذكرت الصح. ايوه هو هي خذ دي سريعه ماني. شله ابن اخي اعجبوه بزه. لا تجنني قال لك شله ابن اخوه. شله يا اخي ما انا مفعل لك، ما نشتي انك افعل خير وقاعد يقلب. وابن اخوك هذا وين ساكن؟ في عناقيد. وين هذا عناقيد؟ عناقيد حقنا القريه. حلقت على راسك يا مهند. ما تشيلنا الكت هذا ليش بتوره؟ بين الدفابه وطرحت بين الملابس بالغلط. المهم ده انت لي رقم ابن اخوه وادي لي عنوانه وهول الملابس شله لك. عناقد واو انا الاول انا هي يا ولدي. عناقد يا اخي. ايوه اطلع بكم؟ الغماره ب3000 والبودي ب1000. اطلع سابر عاد اطلع في البودي. يلا اطلع. كم باقي لما نوصل عناقيد؟ والله باقي حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة هكذا ونوصل. سابر ما عاد صرت على هناك. والله ما بالله دور الكوت. أين كوت؟ أغلى كوت في العالم ديناه بلاش بلا شيء. كيف ما فهمت؟ ولا أتفهم غطي إذنك الثانية لا تسترى. صابر الله يعينك. قال لك ما أفهم، شنو أفهم ما بين الكوت على غير يد الحركة. هذه قرية عناقيد. أمانة؟ يا عندك يا أخي خاطرك. عود أبو حذفة. سابر سلام الله يحفظك. أي خدمة. سلامتك ما يلزم. الله يسلمك. سلام. يا معين. الله يعين. كيف أنت أبو حضر؟ يا قول. أيامك كيف أنت؟ أنا مهند من صنعاء. عمك أبو عصام ساكن جنبنا في الحارة. أهلا وسهلا يا أخي مهند. بين اتصل لك من أمس وتلفونك مغلق. أيوة خرب علي ما بنفسك أمور. يا أخي عمك أبو عصام ادالك كود كحلي. أيوة مكني ليش؟ هو حقي وأنا اديته له بين الملابس بالغلط. المهم لو سمحت رجعه لي وأنا أعطيت لك كود بدله. لا عادي شو لا يا أخي حقك. تسلم يا أخي. أما الكود هذا فيه ذكريات تهمني قوي. ولا يهمك قديم من الله لبستها اليوم جيت اشتغل. وين هو؟ تعال بعد تعال. يلا هي. كانوا الكتانة. يعني ما هو؟ والله ما أنا داري من شله. شوف يا شيخ أنا قد جيت لك من صنعاء. لو سمحت لا تصافط أنت مازح بعدي. والله كانوا الكتانة ما أدري شو أنسى. أين عايشين أينه؟ عايشلوها الجن. ما أدري يا أخي والله إني شغلهم سرقوا. لا تلعبوا بأعصابي أنت وعمك طلعوا الكود قبل ما أقلبكم كود. بفعل لك ما أنا ما دراني من شله. شكلكم عاد طلعوا لي الضغط. أين الكود؟ خير مالكم سلامة. يا أخي تحت الكود حقي أنا ودخلت أشتغل. أيوة. والكود هو حقي هذا أدال أنا ورجع بيدوره. جينا ندوره ما عب الشوف. قال أنا بيكذب علي. عوافي أنا أقول لك أين الكوت. وين هو قل لنا؟ الكوت مع عيال عزيز. من هم يا العزيز؟ مسكين ابو عضب عايز يدور الكوت وما بحدوه. والله انه هذا الكوت جديد مثل يبيع في حراج الاكوا هاي قعلنا زلطيه. السرقة حق القرية سرقوا كوت ابو حطب. ايوه مسكتهم.
ماشي هربوا وتعلقوا فوق اللوكس ما قدرت امسكهم. يا الله صبرني لا اشتلط اليوم من تحت راس الكوت هذا. ها بكا وصلوا ها وين شليتوا الكوت وين شليتوا؟ ليش تسرقوا الكوت حقي؟ اقسم بالله لو ما تطلعوا الكوت الحين لا عندنا نفره هاني. قد بعنا وين بعتوه؟ عند محل الاكوات اللي في سوق المدينه. الان تشلوني لا عند المحرج اللي بعتوه له، ولو وصلوا قد باعه يا ويلكم بس. اكوات الايطالي عندي، الفرنسي عندي، التركي عندي، المحويتي عندي، ولك عمك باكر يا عم. ماشي ابشر يا عم باحلاكم. امانه عاد وصل من تركيا لالمانيا لا يدي ها، ومن يدي لا يدك. بس حرام منه من المعدن. ما شاء الله ايوه يا عم كم سعر هذا؟ 1000 بس، حرام ما تزيد 5. ما هذا كان يسوى 5 بس. يلا ما يجيش 1005. ابن عمي هذا الكوت ماركه من الاصلي غير قابل للتفاوض. عجبك ماشي خلص الكوت ويصير اطلب الله بعد جهالي. كم هذا يا عم؟ ابو الفاي. يلا لا صرت مشيخ على اصحاب قريتك. لا نقول لهم. خلص يا عزار خلص اي خلاص نقول خلص الكوت مشي حالي رعفه. هيا طب مالك يا علي خلصه. انا اقول اشترى من عندي ماركه الماني. ما هو يا علي ماركه هذا الكوت حقي سرقوا على الرجال وانا بشتغل بالجربه. ها يعني هذا الكوت مسروق؟ مالك يا مسروق؟ هذا تركي الماني ماركه من المعدوم. لك مسروق. اي والله نحن بزينا وبعنا له هذا ب1000. هذا حقك الفرجي حقنا. هات البنات. مالك لا تسيح. هاتي فعل سكوتك يا سارق. لا كسروا يدك فلت. ايه الان واخيرا وصلت لكوت جدي بعد عنا وتعب وحرق دم. ما احلى شمك يا جد. ولدي مهند، حبيت أقول لك إن أعظم كنز في الدنيا هي القناعة، لأن القناعة كنز لا يفنى. الله لا يرحمك يا حج، كل هذا البهذلة عشان تكتب لي هذا الكلام؟ كان عاد تقوله لي وأنا عندك أحسن، بدل ما تخليني كان عاد تقاتل أنا والناس والتعب هذا والبهذلة.